السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا لنحل اليوم بعد الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ فيديو تاعنا. فيديو اليوم عبارة عن كيكة درتها بمناسبة عيد ميلاد ماما. نهار لانيفرسير تاعها كانت جاتنا العين، سما داك النهار بزاف شارجي، ما قدرتش ندير لها عيد ميلادها في نفس النهار. كنا لاهيين مع شغل كي تجي العين تعرفوا يتلموا كامل الصوالح، الغسيل تاع الحوايج، غسلنا شويه تاع بيات حصاير، كانوا قاعدين شويه كوفرطات كنت متفنين عليها ثاني غسلتهم. سما داك النهار بزاف شارجي وما قدرتش شغل ندير وقت يعني باش ندير لها لانيفرسير تاعها، فاجلتها يعني بنهار من بعد. كي كملنا كامل صوالحنا ريحت هذاك النهار، غدوه من داك قلت والله غندير لها من يعني ما نخليش يفوت كيما هاك. متعوده انه كل عام نخدم لها كيكه في الدار، ما نشريش صراحه، نخدمها، نحب نخدمها انا بيدي هاك. المهم فغدوه من داك وجدت كامل المكونات، يعني كلش كان في الدار، ما شريت حتى حاجه صراحه. وثاني ما كانش عندي كريم شانتيي، فما درت البديل عفوا. المهم عندنا في الكيكه عندنا مسكوتشو عاديه، كنت درت فيها ربع حبه تاع البيض بدرجه حراره المطبخ، درت فيهم رشه تاع الملح، ضربتهم الباتير مليح مليح، ضفت عليهم كاس تاع السكر، نفس الكاس عبرت به الزيت ونفس الكاس عبرت به الحليب، درتهم مليح، ضربت كل وحده وحدها. كل ما ندير مكون نضربه مليح 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 حتى يطلع لي ولا يضاعف لي الحجم تاع هذاك البيض والسكر. من بعد درت الزيت، درت الحليب، من بعد حندير الفرينه، ديت لي حوالي 2 كيسان تاع الفرينه، ودرت عليهم كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام لافاني. في بلاصه لافاني انا درت الكراميل، حبيتها الجود تاعها كراميل، كنت حابه نديرها بالكاكاو ولكن ما كانش عندي الكاكاو، استعملت الكراميل باش تكسر لي هذاك اللون الابيض، مانيش حابه تكون بيضان، كنت حابه تكون ماغو. فانا قلت غير بالصوالح اللي كاينين في الدار راح نديرها، معليش. المهم اذا كان عندكم الكاكاو ديروا 2 مغارف تاع الكاكاو، هكاك راح تجيكم بنينه وشكلها يجي باهي. فوالا هذا كان قلت لك الكيكه تاعي درتها، ضربتها مليح، درت لها الفرينه، خلطتها مليح. من بعد جبت واسمو المول تاعي. المول انا عندي هذاك الكاري اللي يجي فارغ من التحت، سما درت له، ما كانش عندي بابي كويسون، بزاف صوالح ما كانوش عندي، بصح هكاك ودرت الكيكه، حاجه ما حبستني. المهم هكاك باش ما تفنينوش، تقدروا تخدموا بصوالح كاينين في الدار. المهم قلت لكم هذاك المول درت له سيلوفان، ودرت له الالومنيوم باش الخليط هذاك ما يخرج ليش. المهم شوفوا القوام تاع الكيك تاع الخليط تاعي. قلت لكم هذا هو المول تاعي، درت له دهنته بشويه تاع الزيت على الاطراف ودرشيته بالفرينه وزيرته مليح بالالومنيوم هكاك باش المكونات ما يخرجوليش. درت الخليط تاعي، كنت شاعله الفور، خليته يسخن، من بعد دخلته نقصت كامل عليها وخليتها تطيب في غرضها، دات لي واحد 45 دقيقه لساعه هكاك باش طابت. رحت نجيب الكريمه اللي راح نحشيها من الداخل، درت هنايا حوالي 2 كيسان ونص تاع الحليب، درت نص كاس تاع السكر، بس راح ندير شيكولا بيضه هنايا كتعدي، درت نص كاس تاع السكر، وما كانش عندي نشا ثاني. شوفوا بزاف قلت لكم صوالح ما كانوش عندي، قدرت نعوضهم في بلاصه نشا، درت الفرينه حوالي ثاني نص كاس تاع الفرينه، وكانت عندي شوكولا بيضاء هي اللي راح تعقدها لي مليح وتثقلها لي ما تخليش تجي جاريه. فوالا خلطت المكونات كامل مع بعضيتهم بارد في بارد، ومن بعد درتهم فوق النار وبديت نخلط حتى نبدا يثقل معايا هذاك الخليط. شوكولا بيضاء درت حوالي 10 غرام شوكولا، يعني واحد المرصو هكاك صغير. كي ثقل لي الخليط درت له لافاني، كانت عندي لافاني سائله، درت له مغرف تاع الزبده، خلطتهم مليح 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 من المضرب كما راكم تشوفوا، درته في طبسي، درت عليه السيلوفان ودرته في المجمد باسكو ما كانش عندي بزاف الوقت، فلازم ندير كل حاجه في المجمد هكاك باش توجد ثمثم. بالنسبه للغاناج اللي راح نديرو من الفوق، كانت عندي شويه شوكولا بالحليب ودرت عليها الحليب والزبده. هذه الكميه كبيره ولكن انا عاودت درت كميه غير صغيره، يعني ما تحتاجوش قاعد الكميه الكبيره. المهم هنايا سخون الحليب راه سخون طابخ شغل باش يذوب لي هذيك الشوكولا ثمثم، عاودت ميكسيتهم بالبغا ميكسور كما راكم تشوفوا، ودرتها ثاني في المجمد هكاك باش تثقل لي وتشد روحها. هي نورمالمون تخلوها نهار كامل، وانا كي كان ما عنديش الوقت درتها في المجمد شويه، يعني شدت روحها، يعني ما شدتش روحها مليح مليح ولكن الجزء اللي شد روحه استعملته. المهم
ثاني كان عندي شويه تاع الخوخ قطعته ودرت له شويه تاع السكر، خليته يطلق الماء تاعو ودرته بجيه. فالكيكه تاعي راح طيب، الكلاصاج الغاناج تاعي اللي راح نمونطي به راه واجد، الحشو راه واجد. واش ندير؟ غسلت المواعيني في الكوزينه، خملتها، قلت ثاني نزيد شويه تاع بغرير ولا ميني بغرير هكاك باش نحطو باش الطابله تجي باهيه. واش درت؟ عندي هنايا 2 كيسان ونص تاع السميد يكون رطب رقيق، ونص كاس تاع الفرينه، درت رشه تاع الملح، مغرف صغيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، ودرت 2 أكياس خميرة كيميائية يعني 20 غرام. درت عليهم 3 كيسان تاع الماء وخلطتهم مليح مليح بالبغا ميكسور، وهكا الخليط تاعي راه يكون واجد، يعني ما يحتاجش انه نستناو ولا. المهم درتهم خلطتهم مليح ورحت طيبتهم في الكرابيير هكاك ليه مع انه ما شغل ما باليش كي عاد كل حاجه بالزربه، ما لهيتش معاهم مليح، كنت لاهيه بالمونتاج تاع الكيك، هاد الكيكه تاعي بردت. المهم خلطتهم مليح وبديت نطيب فيهم بشويه. شوفوا الخليط، اذا لقيتوا الخليط ثقيل تقدروا ديروا الوسمو تزيدوا له الماء. المهم خليت الخليط هذاك، كانت الكيكه تاعي وجدت طابت. جبتها نحيت هذيك الطبقه الفوقانيه هذيك المنفوخه وقسمتها على 2، نحتاج 2 طبقات برك. هذيك الطبقه تقدروا تفتوها ديروها على الجوانب. الكيكه تاعي جات بزاف هايله اسفنجيه. شربتها بشويه تاع الجو كان عندي، اذا عندكم شربات شربوها بالشربات، نتوما ما حبيتو يعني يبقى اختياري هذا الشيء. بالنسبه للكريمه تاعي كنت جبتها من المجمد، شوفوا كانت بردت لي شوي، ضربتها شوي بالباتور هكاك باش تولي لي ملسه، وقسمتها على 2، النص درتو في الوسط كما راكم تشوفوا في الوسط. سمحوا لي شويه التصوير عيان بس راني بيد ونخدم بيد وشاده بيد، مازال لحد الان ما شريتش هذاك الرينغ لايت فديزولي. المهم قلت لكم درت الكريمه هذيك في الوسط، درت عليها هذاك الخوخ اللي كنت درت له شويه تاع السكر، درتو ثاني في الحشو، طاها واحد البنه بزاف هايله. فوالا من بعد مشيته كامل. وثاني الجزء الفوقاني تاع الكيكه ثاني راح نشربو شويه جو كما راكم تشوفوا، وراح نرفدو ونحطو على الكريمه تاعنا بهذه الطريقه. الجزء السفلي هو اللي درتو من الفوق، ومن بعد درت له هذيك الكريمه. الغاناش تاعي قلت لكم شويه هذيك اللي جمدت لي درتها هنايا، درت لها شويه تاع الكاوكاو محمص ومطحون في الخشين ودرتو ثاني من الفوق فوق الكريمه هذيك. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مع انه راني نهضر بالزربه سمحوا لي. المهم مشيتو كامل وعاود حطيتها في المجمد هكاك باش تشد روحها. رحت نطيب في البغرير تاعي، جاب لي ربي طولت عليه ولا ما نعرف شوي جاني مديفورمي الشكل والاخر، المهم ما تخزروش انا المهم عمرت الطابله. المهم هكاك وجاو خفاف جاو شابين صراحه الواحد ما يكذبش. المهم درت وكملت الحبات تاوعي، هذه كانت الحبه التاليه خليتها صراحه طيبت بعد فكرت بلي ما صورت لكمش او تصورت هذه الحبه التاليه. المهم اللي تخدموها من طيبوه من ما تخلوش يطول بزاف. جبت الحبات هذوك تاع البغرير بعد ما طاب لي، كان عندي شويه تاع العسل درت له شويه زبده وبديت نمونطي فيه في الطبسي هذا تاعنا. شوفوا ودرت البول تاع العسل في الوسط. المهم بعد هنايا جيت نخمل في الطابله تاعي، حبيت ندير قاعده الله تاع قهوه العصر باش هنايا ماما. شوفوا اغلبيه الوقت اللي ندير لانيفرسير تاع ماما تكون مورا العصر باسكو هي دير لاسيست ما تفيقش، فدائما لانيفرسير تاعها تكون مورا العصر. بعد كي تنوض العصر تنوض تصلي تلقى الطابله هذه واجده، يعني كل عام هكا ان شاء الله نبقى هكا ان شاء الله. المهم قلت لكم وجدت هكا القهوه، جبت هذيك البغرير، هنا ساكنه هي لا تحط تعاون فيا. جبت الكيكه تاعي اللي كنت زينتها ديكوراسيون خفيفه، درت لها شويه بالناكري هذاك كتبت امي هابي بيرثداي، وزوقتها بشويه تاع الخوخ الفايدور. هذا ما كان، مع انه كانت لازم تزيد تشد روحها اكثر واكثر، ولكن ما كانش عندي الوقت، حبيت ندير ثمثم قبل ما تفطن. البغرير راه واجد معايا، هذا مكان طيبت قهوه الله. وهذه هي ان شاء الله هي تكون عجبكم. شوفوا ما كان حتى حاجه يعني
بحاجات بسيطة خفاف قدرت ندير كيكه الله الله شابة. وهنايا نقول لماما كل عام وانتي بخير، ربي يحفظك لينا ويطول لك في عمرك ان شاء الله، تبقاي تاج فوق راسنا. ماما باقي لغايه 47 سنه، ان شاء الله العمر كله يا رب، ان شاء الله يا رب يحقق لك كل امنياتك. يعني قد ما نحكي ونهضر يبقى قليل الأم، فهذا ما كان. مهم نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، نتمنى تكونوا ديتوا افكار. في الاخير راح نقسم لكم شويه باش تشوفوا كيفاش جات الكيكه من الداخل. هذا ما كان، نقول لكم مع السلامه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.